فتحت بريدها الالكتروني فلقت رابط ففتحته، فلقت فيديو ليها وهي بتضحك، وعنوان الفيديو كان اكتر امرأة قبحا في العالم. broke my heart. ده غير عدد مشاهدات الفيديو اللي وصلت ل 8 مليون شخص، والاف التعليقات البذيئة زي مثلا اقتلي نفسك وخلصينا وخلصي العالم من قبحك. ليزي اتولدت قبل ميعاد ولادتها الطبيعي ب4 شهور، وعندها مرض نادر اتصاب بيه 3 اشخاص بس حول العالم، وهي للاسف واحده من 3 اشخاص دول. ده غير كمان عندها عمى في عينيها اليمين، وعملت فيديو ونشرته وقالت في الفيديو: احلامي ان خلال ال3 سنين الجايين اتخرج من الجامعه، I can and I just want to make myself feel better. خلص اصدار اول كتاب ليا وابقى انسانه ملهمه. وبعد 8 سنين حققت احلامها وتحولت من اكتر شخص غير مرغوب فيه لاشهر المتحدثين الملهمين حول العالم. نصيحه مني: ما تخليش شكلك ولا اراء الناس فيك عقبه في حياتك. معلومه كده على الماشي تفهمني.